الله يرحم المرحومة الدكتورة. طبعا اريد اوصل رسالة بيها انا هذا الموضوع. اولا ايش قد عالم يقولون الشيعة طائفيين مثلا، وايش قد العالم تتهم الشيعة وتتهم علاء. تدرون احنا قاعد ندافع او استنكرنا بما يحدث مع الدكتورة اختنا السنية؟ تعرفون المرحومة الله يرحمها، ودائما اقول الله يرحمها، وهي سنية. شفتوا الشيعي ما عنده سوالف منا ومنا، يدافع على البنت وما يسأل هي المن وبنت ومنو ابد. لان احنا لما ننظر احنا للمظلوم، انصر المظلوم، ما له علاقه سني شيعي ملحد يعبد بقره يعبد حامورابي يعبد هتلر جنكيز خان. نصره مظلوم بالنهايه عراقيه، حتى لو مو عراقيه، ولو سعوديه مظلومه، ولو بحرينيه، ولو كويتيه. هذا دلاله على ان الشيعه طبع في قلوبهم الرحمه. كل الشيعه متفاعله مع المرحومه الدكتورة المظلومة بان الله يرحمها بحق الزهراء. ليش؟ احنا ما نبوع للمسميات، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كلمة حق يراد بها باطل. كانت صفحات ببريطانيا وبأمريكا وبأوروبا عراقيين نايمين، هسه فزوا يردون يستغلون هذه المرحومة اللي ما عنده صفحة يفعلها براس المرحومة. كان نايم صعدته المرحومة، كان عنده حقد على الشيعة راح يطلع باسم المرحومة، اللي عنده تسقيط مشاكل شخصية يطلع باسم المرحومة. تمنينا احنا هاي الصفحات كانت تجيش لنصرة اللي دخلوا الرايات السوداء على العراق. تمنينا هاي الصفحات تنشر، تمنينا هذا الاستنكار يكون على حادثة الكوت. هاي الصفحات نفسيتها للأسف، أنا ما جاي أقول كلها، لا، أقول الناس اللي قاعد يحجون المعلقين أو على فترتهم، مو أنتم اللي تتبعون إلى جهات واللي يتبعون إلى سياسة أخرى. يا إخواني العدو يتربص بكم، منتظر فد زلة أو فشي على مود يدخل يصير له مجال للتسقيط. والله العلي العظيم ما همهم الدكتورة، اللهم يرحمها بحق الزهراء عليه السلام. وإذا كانت يعني مقتولة اللهم يخرج حقها، وإذا